مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين على حسب ما بتشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار للناس الجديدة اللي لسه ما تعرفنيش. أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب، وتعالوا نروح قرية سمالة مركز قطور محافظة الغربية. وامبارح بعد صلاة المغرب شاب اسمه محمد فتحي تجريدة، وهو خارج من المسجد بعد ما أدى صلاة المغرب وطالع علشان يفطر لأنه كان صايم، قابله مدرس في القرية اسمه محمد زكريا لبن، اعتدى عليه بطعنات متفرقة، حوالي 20 طعنة بالجسم. حدث طبعا بشع كان أمام الأهالي. الشاب محمد فتحي شاب مؤدب ومحبوب، يعني بيقابل الناس بابتسامة، سيرته طيبة بين الناس. فجأة وهو خارج من المسجد اعتدى عليه بحوالي 20 طعنة. حادث بشع وحادث أليم طبعا. طعنه وهرب من موقع الحادث، طعنه بمطوة وهرب من موقع الحادث. المباحث بتكثف جهودها علشان تقبض عليه. تم نقل الشاب محمد فتحي للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته لأن الحالة كانت حرجة. تم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء الإجراءات لتشييع الجنازة بمسقط رأسه. خالص التعازي لأسرته، ربنا يصبرهم ويعزيهم. صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد المقابر بسمالة. ربنا يصبر الأسرة وإن شاء الله حقه يجي. وكانت معاكم مريم مختار.